تعالوا نعمل النهاردة فكرة حلوة وطعمة للجلاش، شكله حلو مشهي. يلا بينا على الطريقة والمقادير. صينية ألمونيا هدهنها كويس قوي سمنة أو زبدة اللي تحبوه. هنحتاج ورقة جلاش، بعد كده أروح جايبة ورقتين جلاش أدهن الوش سمنة كويس، وبعد كده أروح تانيانه تلت تانية كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين أبدأ أحط الحشوة بتاعتي، سواء كريمة أو مكسرات أو جوز هند أو اللي تحبوه، وممكن تبقى سادة. وبعد كده أبدأ ألفها اسطوانة عادي خالص، الفها وانا ضغط عليها كده بالشكل ده. وبعد كده اروح دهنه الحته دي سمنه كويس، ادهن الاسطوانه دي من الوش كده سمنه كويس عشان ما تفكش. وبعد كده الفها حوالين نفسها، هتبقى بالشكل ده. عملت الكميه بتاعتي كلها وحطيتها في الصينيه، وبعد كده في فرن دافي هدخلها على درجه 180 لمده 35 دقيقه. وبعد كده هحط عليها العسل. طريقه العسل بقى، هنحط كوبايه ونص سكر عليها كوبايه ونص ميه، عصير نص ليمونه. اول ما يبدا يعمل عرق بالشكل ده نوطي عليه خالص لمدة 5 دقايق، وبعد كده نقفل عليه. وبعد ما نقفل عليها نحط نص معلقة سمنة أو زبدة وكيس الفانيلا ونقلبهم كويس ونسيبها بقى لغاية ما تبرد خالص. لازم العسل بتاع الجلاش بالذات يبقى بارد والصينية تبقى سخنة، لازم تسمعوا الطشة كده، يبقى العسل حرارته بيرفكت بالنسبة للجلاش. وفي نفس الوقت العسل لما بيبقى بارد بيحافظ على نشفان الجلاش من بره وطريانه من جوه. وبس كده. ما تنسوش بقى لما تجربوا الطريقة دي تقولوا لي ايه رأيكم فيها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب.